السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. ولكن النهاردة يا جماعة بصراحة كنت قاعد جعان وجي في دماغي إن أنا آكل حاجة جديدة ومختلفة النهاردة، فشفت يمكن ريفيو كان عامله جروب فين في جمصة رايق من خلال الأستاذ رضا الحطاب، بيتكلم فيه عن واحد من محلات الجمبري أو سندوتشات الجمبري. طبعا احنا النهاردة موجودين عنده عشان نجرب الأكل عنده ونجرب السندوتش، وكمان بقى تاخدوا معانا التجربة وتشوفوا السندوتش بكام وطعمه إيه وشكله إيه. طبعا ده اللي احنا هنشوفه إن شاء الله من خلال جمبريسكو، اللي اتمنى ان شاء الله يكون اختيار مناسب ليكم في جمصة، واللي هنتكلم عنه بشكل كبير النهارده. وكمان هنحلي بعد الفيديو ده في مكان تاني، بس نخلص الاول جمبريسكو وبعدين نروح طبعا للمكان التاني. بس خلينا الاول في سندوتش الجمبري اللي موجود في جمبريسكو، نروح بقى على طول علشان نشوف الطعم. ولكن قبل البدايه عايز اقول لحضراتكم لو كنتوا من عشاق جمصة وحابين تعرفوا كل حاجه عنها، يبقى اكيد قدامكم طريقتين. الطريقه الاولى من خلال جروب فين في جمصة الاقي، اللي من خلاله تسال عن كل الاسئله اللي انت عايز تسالها وهتلاقي الاجابات على طول وبسرعه. اما لو كنت عايز تعرف الطريقه الثانيه فاكيد من خلال قناه الوصال على اليوتيوب وصفحتها على الفيسبوك. ونروح بقى لجمبريسكو عشان ناكل ونشوف الاكل هناك هيبقى عامل ازاي. يلا مع بعض. اهلا وسهلا بحضراتكم في سندوتش جمبري جمبريسكو. طبعا في البدايه كده يا جماعه، جمبريسكو هو متخصص في سندوتش الجمبري بس. طبعا كل التحيه لاخويا محمد اللي ان شاء الله يكون بيقدم حاجه جميله. ونيجي بقى للاسعار اللي قدام حضراتكم. سندوتش الجمبري الفينو ب 25، والعيش البلدي ب 25، والكومبو ب 35، والكنز ب 10، والميه المعدنيه الصغيره ب5. طبعا زي ما قلت لحضراتكم هو متخصص بس في سندوتشات الجمبري، مش اي حاجه تانية. يعني لو عايز تاكل جمبري يبقى من عند ان شاء الله جمبريسكو، لانه برضه بيقدم خدمه كويسه. طبعا دي الخلطه اللي هو بيعملها، حبيت ان انا اصورها لحضراتكم علشان خاطر تشوفوها، لان ستات البيوت بيهمها في المقام الاول النظافه. وزي ما انتم شايفين محمد او الشيف محمد حاطط في ايده الكيس عشان يعني يحافظ على نظافه الاكل. وفي النهايه برضه هو سندوتش جميل وسعره رخيص، خصوصا انه سندوتش جمبري موجود في السوق عند امون في منطقه مشهوره ومعروفه. وطبعا هشرحها لحضراتكم من خلال الفيديو. طبعا ده الشارع العمومي، وده جمبريسكو، عربيه جميله لذيذه كده من خلال الشيف محمد اللي بيحاول يقدم لكم السندوتشات. طبعا دي السندوتشات بعد ما بتطلع سواء الفينو او العيش البلدي، وطبعا بتطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يعني مش معمول لنا مخصوص يا جماعه او متوضبه لنا بشكل مخصوص علشان خاطر نقول انه سين او صاد بيتجامل، لا، هي دي السندوتشات اللي محمد بيطلعها. طبعا بيكون فيها الجمبري وبيكون فيها الخس، وطبعا بيكون معاها الطحينه زي ما حضراتكم شايفين، والمخللات، وكمان الليمون والفلفل عشان الستات او الرجاله اللي بتحب الشطه. طبعا الرغيف البلدي ده ب 25 جنيه لسعر السندوتش، ونفس الامر كمان بالنسبه للرغيف الفينو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. ايوه ده، والاثنين بينزلوا بطحينه وسلطات زي ما انتم شايفين، اللي هو المخلل يعني او الفلفل الاخضر او الكلام ده كله. فالاثنين بينزلوا بنفس الطريقه او بنفس الجوده، وان شاء الله يكون سندوتش شهي لحضراتكم. اما السندوتش الجمبري كمان في قعده ولا لا؟ طبعا في تيك اواي وفي قعده. وطبعا القعده من خلال التواجد، طبعا اخونا احمد المحترم اللي بيقدم الطلبات. في قعده جميله موجوده زي ما انتم شايفين. طبعا الرجاله قاعده بتاكل، كنت معاهم بس بصور، بس كلنا بعد الاكل وبصراحه كان سندوتش جميل جدا. كل الشكر لاحمد اكيد. والمكان زي ما قلت لحضراتكم في قعده، مش بس تيك اواي، وفي مكان مهم جدا في جمصة او في اهم شارع. طيب المكان فين؟ قدام او جنب غزل المحله، او جنب نيولوك، او في ميدان امون نفسه، يعني في الميدان، ولكن من المبنى اللي قدام حضراتكم شايفينه ده اللي فيه المحلات المشهوره في جمصة. فجمبريسكو في شارع مهم ومعروف قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين. طبعا هوصف لحضراتكم المكان بالظبط. حبيبي يا شيف محمد نور الدنيا. وطبعا كل الشكر اكيد لجمبريسكو، وان شاء الله تكون سنه لذيذه عليهم ولذيذه على حضراتكم، ونجربوا سندوتش لذيذ. المكان بقى طبعا لو انت جاي من عند اسم الشرطه على طول بتلاقي نفسك قدام جمبريسكو. ولو انت عارف امون كويس او شارع امون او منطقه الملاهي، امون قدام حضراتكم اهو، ده امون، وده الشارع اللي انت جاي من عند طبعا المايو او الكلام ده، هتلاقي جمبريسكو. وان شاء الله تكون تجربتكم في جمبريسكو جميله وتاكلوا سندوتش جمبري يليق بحضراتكم. نروح بقى للتحليه. بعد ما كان طبعا سندوتش الجمبري من جمبريسكو، كان اكيد لازم نحلي من عند خليفه للوافل. طبعا تحيه للشيف ميدو اللي كان موجود وقابلنا احلى مقابله وعامل لنا الصراحه احلى وافل. وافل خليفه هو يعني يمكن متخصص في الوافل وكل الحاجات اللي ماشيه مع الوافل، سواء بقى الوافل ستيك او الوافل العادي او حتى الفريسكا الجديده اللي معروفه، طبعا بكل انواعها بقى وكل اشكالها. طبعا اكيد هتشوف دلوقتي معانا قائمه الاسعار في وافل خليفه. كل واحد طبعا يقدر يختار الحجم اللي هو عايزه والكميه اللي هو عايزها. وعايز اقول لحضراتكم كمان يا جماعه ان الكميه
كبيره فعلا على الحجم. يعني ايه؟ يعني الحجم كبير قياسا بالمبلغ اللي انت هتدفعه، ولكن في النهايه انت لا تحكم وتجربتك هي اللي هتحكم. ولكن بقى هاخدكم واحده واحده اقول لكم احنا طلبنا ايه. طبعا كانت البدايه مع الوافل العادي الكبير، وده ب 50 جنيه اللي قدام حضراتكم، معمول باربع اشكال. طبعا الكريمه، معمول بالشوكولاته، معمول بالنوتيلا، معمول كمان الكراميل، وزي ما انتم شايفين شهي جدا. كمان الوافل ستيك اللي قدام حضراتكم اخترناه كاختيار تاني موجود في المكان، وبرضه استمتعنا بيه مع الوافل العادي. وكان اختيارنا الثالث هو الفريسكا. احنا كنا طبعا 3 اشخاص، فقلنا نجرب 3 اصناف وكل واحد فينا يشوف ايه اللي ممكن يحصل من الطعم. طيب بالنسبه للوافل العادي، دي نقطه مهمه. هل تقدر ان انت تاخد احجام صغيره؟ طبعا في احجام صغيره منه، سواء كان ب 30، سواء كان ب 40، سواء كان ب 50. كمان تقدر تقسمه للنص، يعني لو انت عايز الكبيره تاخد نصها تقدر تاخدها ب 25 جنيه بس. يعني شريحه الوافل المدوره اللي قدام حضراتكم دي، الوافل العادي اللي هي دي، تقدر تاخد شريحتين منها بس، تقدر تاخد 3، وكمان تقدر تاخد شريحه واحده بس او مثلث واحد من الوافل العادي اللي حضراتكم شايفينه، وكل واحد بسعره العادي ما بيزيدش. وطبعا تقدر تاخد دليفري وتقدر تاكل في المكان وانت واقف. لكن طبعا ما عندوش كراسي بالشكل اللي حضراتكم عارفينه، ولكن الافضل ان انت تاخد وتاكل في اي مكان انت حابه. ودي ال3 انواع اللي احنا اخترناهم. انت ممكن تختار زي ما قلت لحضرتك من القائمه اللي انت شفتها في بدايه الفيديو الخاص بوافل خليفه، تختار الطعم اللي انت عايزه. بالنسبه لتجربتنا الشخصيه الطعم كان جميل، وانت بقى اللي هتحكم على تجربتك في المكان. تقدر انت اللي تميز الطعم، لان في النهايه كل واحد بيختار الطعم اللي يناسبه ويختار الطريقه اللي عايزها في الاكل، لان الموضوع مختلف. زي ما قلت لحضراتكم وافل خليفه في كل الاصناف، تقدر تاخد بالاشكال اللي انت عايزها، وكمان السعر يعني الكبيره دي ب 50 جنيه بس. كمان تقدر تاخدها دليفري في المكان اللي انت حابه، انها بتتلف وهتتبعت لك مخصوص، سواء انت بتشتري وبتيجي تاخد بعربيتك او برجلك او بايا كان، او ان هي تتبعت لك لحد البيت زي ما انت حابب في العلبه الكرتونيه اللي حضرتك شايفها دي من خلال الفيديو. طيب الاهم في الموضوع المكان فين بقى؟ يعني وافل خليفه موجود فين؟ هو موجود قدام امون بالظبط. يعني ايه؟ يعني سيادتك هتشوف دلوقتي في الفيديو وصف كامل للمكان عشان تقدر توصل للخليفه اللي موجود، او وافل خليفه اللي بقول لكم طبعا تعالوا تشرفونا في المكان. هتشوفوا دلوقتي على طول العنوان معانا. طيب نروح بقى للعنوان. المكان بالظبط فين؟ قدام الملاهي اللي هي ملاهي بوبي لاند اللي موجوده وانت جاي من عند اسم الشرطه، قدام امون مباشره، يعني في وش امون مباشره هتلاقي على طول عربيه وافل خليفه اللي قدامكم. كمان لو انت عارف مسجد نمره اللي ورا البتاعه دي على طول هتلاقيه، او لو انت جاي من عند مايو على طول هتوصل برضه لعربيه وافل خليفه. وان شاء الله تكون تجربه جيده وتقدروا تحلوا بشكل جميل وتستمتعوا بالاكل الجميل اللي عند وافل خليفه. وده كان فيديو النهارده طبعا يا جماعه من خلال قناه الوصال على اليوتيوب وصفحتها على الفيسبوك، وكمان من خلال جروب فين في جمصة الاقي. النهارده اكلنا واتبسطنا في جمبريسكو طبعا، اللي كان عنده سندوتش جمبري محترم، والاسعار طبعا زي ما قلت لحضراتكم يعني متقاربه، ويمكن هتشوفوها كمان في المنيو بتاعه. وكمان شفنا وافل خليفه بكل الانواع اللي موجوده عنده. يا رب طبعا يكون اختيار اول لحضراتكم، لانه في النهايه كل واحد فيهم بيحاول يقدم افضل حاجه عنده. فيا رب التجربه تكون مناسبه ليكم ان شاء الله لما تيجوا في جمصة. ولو الفيديو عجبكم يا ريت طبعا ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.